برهان، هل تعتقد بأن هذه الخطوات أو مشاريع القوانين التي تم إقرارها من قبل الحكومة السورية فيما يتعلق بحالة الطوارئ، التظاهر السلمي، وكذلك محكمة أمن الدولة، هل هذه خطوات تدل على جدية الحكومة والنظام في التوجه نحو الإصلاح برأيك؟ يعني من المفيد يمكن بعد 4 أشهر 4 أسابيع من الأحداث المهمة من الحراك السياسي كما نقول في سوريا أنه نفكر بما يجري وأين نضع هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة اليوم. أنا بعتقد أنه الأسابيع ال4 الماضية أظهرت 4 حقائق أساسية. الحقيقة الأولى هو أنه في الواقع الذي أسقط حكم الطوارئ وأيضا القانون الصحافة وغيرها هو الحركة الشعبية نفسها، هو هذه التظاهرات التي كسرت قانون الطوارئ قبل أن تسقطه الحكومة، وكسرت قانون الإعلام. التظاهرات هي كسر لقوانين الطوارئ، وكسرت الإعلام واحتكار الإعلام عندما انتشرت كل الصور والأخبار في العالم كله عن طريق الثورة التكنولوجية الجديدة. وما يقدمه النظام في هذا الموضوع في الحقيقة هو عم يبيع الشعب عملة يعني أصلا هي سقطت وأصبحت بائدة، ويريد أن يستبدلها على الأغلب بعدة جديدة من أجل الاحتفاظ بالهيمنة الأمنية وبالسيطرة الأمنية. هذه حقيقة لا يمكن أن ننساها، أن هذه القوانين سقطت في الواقع، وإسقاطا من القانون هو مجرد تخلص منا لوضع أمور أخرى، منها ربما قانون الإرهاب ومنها ربما قانون الصحافة يزيد من الضغط ربما أكثر مما يخففه. إذا كانت هذه الخطوات دكتور برهان، أن هذه القوانين نعم. تفضل بإيجاز. اسمح لي بس، خاصة إذا هذه القوانين يعني تطبخ في نفس المطبخ، مطبخ القيادة القطرية ومطبخ الحزب القائد الذي هو أساس في كل الأزمة، الذي يشكل احتكاره للسلطة أساس لكل الأزمة الراهنة. الحقيقة الثانية إذا سمحت لي فقط التي برزت خلال هذه الفترة، وهذا شيء مهم أيضا، هو أن الرأي العام اليوم العربي والدولي رأى بأم عينيه ما عاشه الشعب السوري خلال 40 سنة. يعني طيب. ماذا؟ قوات أمن أو أجهزة أمن منفلتة من أي قانون وقادرة على ترويع السكان. لنبقى دكتور برهان، اتخاذ أشكال لنبقى في محور، نعم، لنبقى في محور هذا النقاش. سوف أسمح لك، هو النقاش بيني وبينك على كل حال. فقط نحصر النقاش فيما يتعلق بمشروع هذه القوانين. إذا كان تقييم هذه الخطوة من قبل الحكومة بأنه عملة بائدة كما وصفتها، وبأن الشعب قال كلمته وأسقط كل هذه منذ أيام، ألا يعطي هذا انطباع بأن أي خطوة تقوم بها الحكومة، أي خطوة تقوم بها الحكومة أو يقوم بها النظام في الاتجاه الإيجابي بين قوسين سوف يتم التعاطي معها من قبل المعارضة على أساس أنها خطوة جاءت في الوقت الضائع، وبالتالي لا يشجع الحكومة والنظام على التقدم بخطوات إيجابية؟ لا، هذا يعني أن على الحكومة أن تدرك تماما ما هو المطلوب، ولا تعتبر أي عرض أو أي شيء تنازل للشعب. هذا ليس في هذا تنازل على الإطلاق. الحقيقة الثانية هاي اللي بترد على الجواب، هو أنه اليوم إذا بده اللي حصل هو ماذا؟ حصل أن هناك تصعيد في الخطاب وهناك تصعيد في الشعارات كما رأيتم في المظاهرات. يعني الناس اليوم تقول يسقط النظام، لم تكن تذكر هذا في الماضي. وهذا التصعيد جرى وسار وتقدم بموازاة انعدام الثقة بالنظام. لماذا حصل انعدام الثقة بالنظام؟ لأن الأقوال لا ترتبط بالأفعال. يقولون نريد أن نصلح ويرسلون القوات الأمن لقمع المتظاهرين وإطلاق النار الحي عليهم، يقولون لن نطلق النار ويطلقون النار، يقولون سنرفع القوانين والصحافة ما زالت تستخدم كأداة وكسلاح لقمع لتشويه حركة الاحتجاج وللتعبير عن آراء السلطة كأداة في القمع أيضا. طيب. أنا أقول أنه إذا بده يبدأ الإصلاح عن جد لنستعيد ثقة، اسمح لي بس حتى تستعيد الحكومة ثقة الشعب ويكف عن القول عن هذه الشعارات التصعيدية. إذا شئت لازم يبدأوا بشغلتين أساسيتين على المستوى الأمني.
فعلا إطلاق عفو عام وإطلاق جميع المساجين ووقف أي شكل من أشكال الاعتقال السياسي ووضع وكف أجهزة الأمن والمخابرات عن التدخل في شؤون الأفراد وفي حرياتهم ووضعها تحت إشراف حكومة منتخبة من قبل الشعب. هاي واحد. اثنين، على المستوى السياسي لازم تكون هناك يعني مؤسسات، كما شاهدنا المؤسسات مجلس الشعب كان عبارة عن يعني مهرجان للتصفيق للرئيس، والحكومة عبارة عن كتبة يسجلون ما يقوله الحكم. هذه ليست مؤسسات يمكن أن تقنع الشعب بأن هناك جدية في الإصلاح. لابد للإصلاح أن يبدأ بتعديل دستوري يسمح بناء حكومة، بقيام حكومة منتخبة من الشعب تعبر ومسؤولة أمام ممثليه المنتخبين في انتخابات شرعية ونزيهة، ويمكن للشعب أن يراقبها وان يتدخل ولكن دكتور برهان مربوطة بوجود دكتور برهان قائد وحزب هل المناخ الحالي خليني بس كمل هالجملة. طيب تفضل. انه هو يعني المشكلة هي كلها هنا، هل الإصلاح هو أن نفس الحكم ونفس الحزب ونفس الطاقم السياسي يطبخ طبخة جديدة، وحتى لا نعرف كيف طبخت وما هي القوانين؟ نحن نتحدث عن قوانين لم يناقشها أحد. يطبخ طبخة ويقول كلوا، هذه هي الطبخة التي أقدمها لكم، ليس هناك طبخة أخرى. هذا ليس تعاملا سياسيا مع الشعب. الحد الأدنى أن يكون هناك حوار وطني حول القوانين الإصلاحية الجديدة، حول قانون الانتخابات، حول قانون الأحزاب، حول قانون الإعلام، حول قانون إذا بده يحل محل الطوارئ ما لازم يحل محل الطوارئ. ليس هناك حاجة لاستبدال قانون الطوارئ بشيء آخر، ينبغي فقط تعليق قانون الطوارئ إلا في حالات الحرب والكوارث. إذا هناك عدم ثقة متزايد، لأنه ليس هناك جدية، ليس هناك منهج صحيح في تطبيق الإصلاحات. ليتخذ النظام منهجا سليما، يعني يبدأ على الإعتراف مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في السوربون. شكرا، أدركنا الوقت. شكرا جزيلا لك.